بعد ما عملت فيديو شروط الربح من اليوتيوب، ناس كتير استصعبت شرط ال 4000 ساعة مشاهدة. طيب ليه؟ لأن شرط ال 4000 ساعة مشاهدة لازم تكون عامل مثلا فيديو، والفيديو الناس تشوفه لمدة دقيقة 240 ألف مشاهدة، وكده تبقى انت حققت شرط ال 4000 ساعة مشاهدة، وده بجانب طبعا ال1000 مشترك. فأنا جبت لك النهاردة مجال وطريقة لو استغلتها صح في الفترة دي بالذات هتحقق شروط الربح من اليوتيوب خلال شهر أو شهرين، وده كله بيعتمد على مجهودك وشغلك الصح وعلى توفيق ربنا. طيب ايه هو المجال اللي انا جايبه لك النهارده؟ مجال تطوير الذات وعلم النفس. المجالات دي حرفيا بتجيب مشاهدات كبيرة جدا في وقت قليل. طيب هل معاك حاجة تثبت ده؟ معايا حاجة تثبت ده. شوف الصورة اللي قدامك دي ونرجع لك تاني. زي ما شفت كده قدامك وبالدليل، الفيديوهات دي بتجيب مشاهدات عالية جدا في وقت قصير والمحتوى ناجح، وتقدر من خلاله تحقق شروط الربح من اليوتيوب بسهولة جدا. طيب ازاي اقدر ابدأ في المحتوى ده؟ هسيبك مع الشرح العملي لطريقة عمل الصورة المصغرة يعني بتاعت الفيديو والفيديو ذات نفسه، وده كله هتعمله بكل بساطة وسهولة. فتابع معايا الفيديو، ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك اشعار بالفيديوهات الجديدة. فمثلا انت دلوقتي عايز تعمل فيديو عن اضرار السوشيال ميديا، تبدأ تكتب لشات جي بي تي اريد سكريبت عن اضرار السوشيال ميديا يتحدث عنها باستفاضة، وبعد كده هتدوس ارسال لشات جي بي تي وتستنى ما هو يولد لك السكريبت في اقل من دقيقة. زي ما انت ما شايف كده هنبدأ ننسخ الكلام ده كده كله، ناخده كوبي ونروح على الموقع اللي بعد كده اللي هو موقع نوت بوك ال ام. بعد ما هتسجل دخول في الموقع تدوس على الثلاث نقط اللي فوق دي وتدوس ترجمة الموقع علشان يترجمه لك من اللغة الإنجليزية للغة العربية. بعد كده هنيجي على الجزء بتاع مصادر وهندوس إضافة المصادر، وفي هنا أنواع كتير للمصادر سواء كلام أو صورة أو حتى فيديو أو رابط فيديو. فهندوس هنا على نص منسوخ ونلصق السكريبت اللي احنا خدناه من شات جي بي تي وهندوس ادراج. كده بدأ يضيف المصدر معانا. خلاص كده في المصدر هندوس على استوديو ونختار نظرة عامة على الفيديو. هيبدأ يولد معانا فيديو للموضوع بتاعنا. هنستنى لحد ما يخلص الفيديو، وطبعا الموقع ده تقريبا تقدر تولد بيه فيديو واحد او اتنين في اليوم، ولو عندك يعني كذا حساب تقدر تستعمل كل الحسابات دي وتعمل بيها فيديوهات. وزي ما انتم ما شايفين بيعمل الفيديو بطريقة تلقائية بدون اي تدخل منك ولا مجهود. واخيرا الموقع عمل الفيديو، تقريبا اخد منه 5 دقايق عشان يعمل الفيديو ده. يلا نشوف الفيديو. عايز تحمله بتدوس على علامة التنزيل. عمل لنا في خلال ال5 دقايق الفيديو ده. هو الفيديو باللغة الإنجليزية زي ما انتم ما شايفين. طيب لو انت عايز تعمله بأي لغة تانية حتى لو اللغة العربية هنيجي على الاستوديو. خلينا بس نطلع كامل الفيديو ونيجي على قبل ما تدوس على علامة الفيديو اللي هو نظرة عامة على الفيديو دوس على القلم اللي جنبيها، وهتبدأ تختار من هنا اللغة العربية. من هنا تختار النمط اللي انت عايز الفيديو بتاعك يطلع بيه. في هنا نمط السبورة البيضاء وفي انماط تانية كتير كويسة جدا، وهتدوس على توليد. هو كده بدأ يولد لينا الفيديو باللغة العربية. بعد ما ولدنا الفيديو دي النتيجة بتاعته نتيجة احترافية جدا، وشوف بنفسك. كلنا تقريبا عايشين جزء كبير من حياتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، صح؟ صارت جزء أساسي من يومنا. بس هل فكرنا مرة بالتكاليف الخفية لهذا الاتصال الدائم؟ التكاليف اللي بتأثر على صحتنا وسعادتنا بدون ما نحس؟ في هذا الشرح رح نكشف هذه التكاليف ونشوف إزاي ممكن نرجع التوازن لحياتنا. وهذا هو السؤال المهم، هل عمرنا سألنا نفسنا عن التأثير السلبي للسوشيال ميديا؟ الفيديو كويس جدا وتقدر تحمله وتنزله على يوتيوب. طيب عايزين دلوقتي نعمل الصورة المصغرة، هنعمل ايه؟ هندخل على شات جي بي تي ونكتب له اريد برومبت لصورة مصغرة لفيديو يتحدث عن اضرار السوشيال ميديا، ويكون الاشخاص الموجودين بالصورة المصغرة عبارة عن استكمال. وهنبدأ نبعت له الكلام ده. بدأ يولد لنا الكلام اللي احنا هنولد بيه الصورة المصغرة. خلينا ننسخ البرومبت ونروح للموقع اللي بعد كده. هتيجي على خانة البحث وتبحث عن ايديوجرام وهندخل للموقع وهتسجل طبعا دخول بالجيميل بتاعك وندوس كرييت، وهتحط البرومبت اللي انت نسخته من شات جي بي تي هنا.
واهم حاجة من تحت هنا بتختار مقاس الصورة المصغرة اللي هو 16:9، وهندوس على السهم ده كده ارسال، هيبدأ يعمل توليد للصور المصغرة. والموقع ده بيديك 10 نقاط، في كل مرة بيطلع لك 4 صور بنقطتين. زي ما انتم شايفين كده الصورة المصغرة رهيبة جدا. علشان تحمل اي صورة مصغرة منهم بتدوس دوسة مطولة على الصورة المصغرة،